أهلا بيكوا على قناتنا وقناتكو قناة فيلم نار. فيا مساء الخيرات على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا كلها. حكايتنا النهاردة عن فيلم شهير من أفلام السينما المصرية. عاوزين تعرفوا هو فيلم إيه وإيه قصته ومين أبطاله وتفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن فيلم بناتنا في الخارج، وهو واحد من أشهر أفلام السينما المصرية، واتعرض سنة 1984 من كتابة أحمد صالح ومن إخراج محمد عبد العزيز. الفيلم من بطولة محمود عبد العزيز، سعيد صالح، رغدة، حاتم ذو الفقار، وعبد الرحيم الزرقاني. الفنانة رغدة اتولدت في حلب يوم 18 يوليو سنة 1957 لأب حلبي وأم من اللزقية. سافرت مصر سنة 1980 عشان تكمل دراستها في كلية الآداب بجامعة القاهرة، قسم الأدب العربي. لكن بعدها دخلت مجال التمثيل وبدأت تشتغل في السينما والتلفزيون والمسرح بين مصر وسوريا، وكمان شاركت في برامج وأعمال إذاعية. نجوميتها بدأت تكبر جدا بعد فيلم الطاووس سنة 1982 مع صلاح ذو الفقار وإخراج كمال الشيخ، وبعدها اشتغلت مع دريد لحام والكاتب محمد المغوط في فيلم الحدود وفيلم التقرير، وده خلاها تبقى من أشهر نجمات السينما العربية في الثمانينات والتسعينات. وعلى المستوى الشخصي اتجوزت من تاجر السجاد عبد الله الكحال، وخلفوا 3 أولاد، بثينة وتميمة ومحمد، لكن الجواز ما استمرش وانفصلوا بعد كده. أما فيلم بناتنا في الخارج فقصته بتدور حوالين سلوى، وهي طالبة جامعة بتسافر باريس، وهناك بتتعرف على الدكتور شريف، ومع الأيام قصة حب كبيرة بتبدأ بينهم. شريف بيحكي لها إنه ساب مصر بعد أزمة صعبة جدا لما أصر يعمل عملية جراحية للمريض رغم اعتراض زمايله، لكن للأسف المريض مات، فالهجوم عليه زاد جدا واضطر يسافر باريس. وبعد فترة سلوى بترجع مصر عشان تزور أهلها، لكنها بتتفاجئ إن شريف رجع هو كمان بعد ما اتأكد إنه بيحبها بجد. ومن هنا الأحداث بتقلب دراما ورومانسية بشكل أكبر.